فكرت قبل كده ايه اللي بيحصل جوه مخ الشخص اللي عنده فصام؟ مفيش، كان عندي كده سكيزوفرينيا. تلاقيك ما بتلبسش كلسون. لا، بيلبسوا كلسون وبيجي لهم عادي. طيب ليه؟ الاول نفهم يعني ايه فصام. الفصام غير اضطراب الشخصيه الفصاميه. تمام. الشخص اللي عنده فصام مش مجنون، هو مخه بيحاول يحميه بطريقه مش منطقيه، يعني تشوف حاجات، تسمع حاجات وهلوسات محدش بيسمعها غيرك، او انك متراقب وفي مؤامره ضدك. واللي يصدمك ان الموضوع مش نادر، يعني حوالي 1 من كل 100 شخص بيصابوا بيه، وده مش كلامي، ده كلام منظمه الصحه العالميه. وجوه مخه كلامه مش مترابط، افكاره مش منظمه، عزله، خوف، ارتباك. طب بيجي ليه؟ جينات؟ بس مش ده السبب. الجينات بتحط البذره، والبيئه يا بتزرعها يا بتمنعها. فلو تعرضت لصدمات وانت صغير، اهمال، عنف اسري، دماغك بتحاول تحميك من اللي حصل لك، فبتخلق لك واقع بديل، دنيا تانية غير اللي انت عايش فيها. يعني الفصام مش جن لابسك ولا سحر معمول لك ولا قله ايمان. من الاخر كيمياء المخ مش متظبطه. حتى قبل ما تتولد لو كانت ولادتك صعبه ممكن تتاثر. بتتاثر. انا عملت ايه؟ يعني مفيش حد فجاه بيجيله فصام. طب لو جالي هخف؟ المفاجاه هو زي السرطان، كل ما اكتشفته بدري كل ما كان احسن. بكل بساطه الشخص اللي عنده فصام مخه بيحاول يحميه. عشان كده قبل ما تحكم لازم تكون